في أوقات كتير لما بنحكي قصة شخص مفقود أو اتقتل بنلاقي نفسنا في الآخر بنركز على عيلتهم، الناس اللي بيفضلوا عايشين عشان يحاولوا يفهموا اختفاء أو موت حد من أحبائهم. وبيبقى فيه مجموعة من الحاجات النمطية اللي بتتكرر دايما في الجرائم، حملات بحث من الأهل والجيران والأحباء، بيعلقوا بوسترات للشخص ده أو بيروحوا للصحافة عشان ينشروا أكتر وأكتر ويخلوا الرأي العام يتكلم عن قصتهم. بس في الغالب ما بيبقاش في حاجة كبيرة يقدروا يعملوها، مفيش في إيديهم كتير إنهم يحركوا القضية لقدام. الشرطة هم اللي بيمسكوا التحقيق، والقرايب بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان ما يعطلوهمش. ممكن يحسوا بالإحباط والعجز وهم قاعدين على جنب بيتفرجوا، بس دي مش القصة اللي هحكيها لكم النهاردة. اللي هحكيه لكم النهاردة عن عيلة مسكت زمام أمور التحقيق بنفسها، ويمكن يكونوا حلوا جريمة قتل. أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أتمنى حلقة النهاردة تعجبكم، واللي هتكون غير نمطية شوية، ويلا بينا نبدأ الحلقة. خلونا نبدأ بأننا نتعرف على بنت مراهقة اسمها كاري جلبن. في خريف سنة 1986 كاري كان عندها 16 سنة بس، وكانت مشغولة جدا. كمراهقة هي كانت بتخطط في إنها تدخل الجامعة، فكانت بتحافظ على درجاتها الكويسة في المدرسة، وفي نفس الوقت بتشتغل شغل جانبي في شركة اسمها بلو كروس. كانت من عيلة مكونة من 5 أفراد، عندها أم وأب وأخين أصغر منها. كاري كانت هي الكبيرة في الأسرة دي. أختها تريسي كانت أصغر منها ب11 شهر بس، وبعدها عندها أخ صغير كمان. زمان كانوا كلهم عايشين مع بعض جنب ساحل ماساتشوستس، بس في وقت من الأوقات لما كاري كانت لسه طفلة صغيرة أهلها اتطلقوا من بعض، ومن النقطة دي والعيلة اتشتتت عن بعض. أخوها فضل عايش مع أبوهم، في حين إن مامتهم أخدت البنات وقررت إنها تعزل عشان تبقى أقرب لعيلتها الكبيرة. فكاري وتريسي ومامتهم كلهم نقلوا لمكان أبعد شوية في الشمال في كينجستون في ماساتشوستس. كاري واختها عملوا اللي يقدروا عليه عشان يتأقلموا مع حياتهم الجديدة ومدرستهم الجديدة، بس تريسي اختها الصغيرة كانت حياتها اسهل. هي كانت بطبيعتها جذابة وممتعة، واللي حواليها بيحبوها، ما كانتش محتاجة تبذل مجهود عشان تعمل صحاب. الناس كانوا بيتجمعوا حواليها، ولما وصلت ثانوي كانت بتتعزم على حفلات وبتخرج طول الوقت. بس مع الوقت تريسي الأخت الصغيرة بقى عندها عادة وحشة، وهي إنها بتحب تسهر بره البيت لوقت متأخر لدرجة إنه ما بيبقاش آمن إنها تمشي لبيتها لوحدها، وما كانتش بتعرف تسوق لأنها كانت لسه عندها 15 سنة في الوقت ده. عشان كده لما كانت بتتأخر بره كانت بتبات في بيت واحدة صاحبتها، كانت بتفضل ده بدل ما ترجع في شارع غير آمن في وقت متأخر. بس للأسف ما كانتش بتتصل ببيتهم عشان تشرح لهم إنها مش راجعة البيت النهاردة، عشان كده كان بيبقى ليلة ورا ليلة ومامتهم بتقعد جنب الباب مستنياها ترجع. كانت بتبقى قلقانة جدا عليها، وبعدين كل يوم الصبح تريسي كانت بترجع البيت عادي كأن مفيش أي حاجة حصلت. مامتها كانت بتترجاها إنها تفتكر تتصل بيها المرة الجاية، بس تريسي وهي عندها 15 سنة عمرها ما اتعودت على العادة دي، وفي الآخر عيلتها كلهم اتعودوا نوعا ما على الطبع الوحش ده. بطلوا يقلقوا في كل مرة تريسي تبات بره طول الليل، والموضوع بقى جزء طبيعي من حياتهم. بس أنا برضو مش عايز يوصل لكم كلام من طباعي إن تريسي كانت بنت مثلا منحلة أو كانت دايما مستهترة وموجودة بره البيت. هي كانت مسؤولة لحد كبير، لدرجة إن كتير من العائلات في المنطقة كانوا بيشغلوها كبيبي سيتر لأطفالهم، كانوا عارفين إنهم يقدروا يثقوا فيها مع أولادهم. في 1 أكتوبر 1986 لما تريسي كان عندها 15 سنة، هو ده اللي كانت بتعمله، كانت بتشتغل بيبي سيتر. ولما خلصت شغلها روحت البيت وقعدت تتباهى قدام عيلتها بالفلوس اللي لسه كسباها. وفي الحقيقة تريسي كانت حاسة إنها عايزة تحتفل. كانت عارفة إن في حفلة عند واحدة صاحبتها على بعد شارع واحد من بيتها، مش بعيد أبدا، وكان لسه بدري. فتريسي خرجت عشان تروح الحفلة دي بعد ما خلصت شغلها مع شوية من صحابها. قضت وقت حلو، بس كانت جاهزة عشان تروح بيتها الساعة 10:30 مساء. في الوقت ده كانت ناس كتير بتمشي من الحفلة، والتجمع كان شكله خلاص بينتهي. فلما تريسي مشيت 2 من صحابها وافقوا إنهم يمشوا معاها لغاية البيت. دلوقتي خلوا بالكوا، زي ما قلت بيت تريسي كان على بعد شارع بس من الحفلة دي، فالموضوع مش هياخد منها وقت طويل قوي عشان ترجع، والمنطقة كانت آمنة تماما، من نوع المناطق اللي كل الناس فيها عارفين بعض، وما كانش فيه عربيات كتير غريبة بتعدي كمان. ومع ذلك في الوقت ده من الليل تريسي حست براحة أكبر وصحابها ماشيين معاها، فمشيت مع صاحباتها الاتنين. بس بعدين وصلوا لبيت أول واحدة وقالوا لها تصبحي على خير، ودخلت بيتها. ودلوقتي تريسي ما بقاش معاها غير شخص واحد بس. وصلوا لبيت الشخص ده بعد كده، والشخص ده دخل بيته، ودلوقتي تريسي لازم تكمل باقي المشوار لوحدها. بس قبل ما تريسي تعمل كده دخلت الأول سوبر ماركت واشترت حاجة وطلبت تستخدم التليفون، ومن المحل اتصلت بصاحبتها اللي كانت عاملة الحفلة. قالت لها بصي، ممكن تيجي تاخديني وتوصليني باقي السكة للبيت؟ شكلها كانت فاكرة إن أهلها يكونوا ناموا دلوقتي لأن الساعة كانت عدت 11.
عشان كده ما اتصلتش بحد من أهلها، وافترضت إن صاحبتها أكيد لسه صاحية وغالبا فاضية دلوقتي بعد ما الحفلة خلصت. إلا إن صاحبتها اللي عاملة الحفلة قالت لها أنا بصراحة ما أقدرش أمشي من البيت دلوقتي لأني لسه في ناس في البيت عندي. فقالت لها أنا أسفة بس مش هقدر أجي أوصلك. دلوقتي بعد ما قفلوا المكالمة مع بعض، تريسي قررت تمام طيب أنا كده ما عنديش اختيار تاني، همشي باقي السكة للبيت لوحدي. تريسي خرجت من السوبر ماركت ده وبدأت تمشي لبيتها، بس للأسف ده كان أسوأ قرار تاخده في حياتها، لأن بعد كده محدش شافها عايشة تاني أبدا. عيلة تريسي أخدوا وقت على ما أدركوا إن في حاجة غلط، وده بسبب اللي قلتهولكوا قبل كده، إنها كانت أحيانا كتير بتبات عند صاحباتها من غير ما تكلمهم. عشان كده أختها ومامتها ما كانش عندهم أي فكرة إنها اختفت وهي بتحاول ترجع البيت من الحفلة، وبدلا من كده افتكروا إنها أكيد راحت مكان تاني مع صاحبة تانية وهترجع الصبح، فمحدش فكر في أي حاجة مقلقة. القلق كله بدأ من تاني يوم لما بدأ يجي لبيت تريسي مكالمات تليفون من صحابها، وكلهم كانوا بيقولوا ايه احنا ما سمعناش عنها اي خبر طول اليوم، دي مش عادتها، هي فين، هي بتعمل ايه. فعلى ما يبدو ان محدش كان شافها من ساعة ما سابوا الحفلة، وده كان كافي عشان مامة تريسي تدرك ان في حاجة غلط فعلا. فعلى طول ركبت عربيتها ولفت في البلد كلها تدور على بنتها. ده حتى وصلت لشاطئ محلي كانت عارفة ان غريب جدا على شخصية تريسي انها تروح تعوم في نص الليل بعد الحفلة، بس مامتها في اللحظة دي كانت يائسة تماما وما كانتش قادرة تفكر في أي مكان تاني ممكن تكون فيه. كانت مستعدة تدور على بنتها في أي مكان تقريبا. للأسف تريسي ما كانتش على الشاطئ ده ولا في أي مكان تاني من الأماكن اللي مامتها دورت فيها صباح اليوم ده. ولما الأم ما لقتش أي أثر لبنتها اتصلت بالشرطة عشان تبلغ عن اختفاء بنتها اللي عندها 15 سنة. دلوقتي للأسف زي قضايا كتير قبلها المحققين ما أخدوش الموضوع بجدية. بدلا من كده الضباط قالوا لها فورا بصي بنتك اللي عندها 15 سنة أكيد هربانة من البيت. مامتها صممت قدام الضباط وقالت لهم لأ، هي صحيح من طبعها إنها بتبات عند صاحباتها بس مستحيل تخرج وتختفي من غير ما تعرف حد. بس برضو الشرطة رفضوا يحركوا ساكن لمدة أسبوع كامل تقريبا، يعني لغاية يوم 6 أكتوبر. في الوقت ده أحبائها عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يلاقوها من غير مساعدة من الشرطة. نظموا عمليات بحث ولزقوا إعلانات مفقودين في كل المحلات المحلية وعلى أعمدة الإنارة، بس كل المجهودات دي ما جابتش أي نتيجة للأسف، محدش اتصل بأي معلومات. تريسي ما رجعتش البيت أبدا ومحدش قدر حتى يخمن إيه اللي حصل لها بعد ما سابت السوبر ماركت ده. عدى 3 أسابيع وفي أواخر شهر أكتوبر عيلة تريسي كانت يائسة ومحتاجة أي معلومة. كانوا عارفين إن في حاجة وحشة حصلت لبنتهم من غير شك، بس الشرطة ما وصلتش لأي خيط والموضوع بدأ يبان كأنه ميؤوس منه. بس أختها الكبيرة كاري اللي اتكلمت عنها في أول القصة كانت بتعمل كل اللي تقدر عليها عشان تحافظ على معنوياتها وتخلي لسه عندها أمل هي ومامتها. في يوم 22 أكتوبر كانت بتشتغل في ورديتها في بلو كروس، ويوم شغلها ما كانش لسه خلص لما سمعت إعلان في الإذاعة الداخلية. الإعلان كان بيقول إنها لازم تروح للوبي بتاع مكان الشغل، وأول ما كاري وصلت هناك لمحت مامتها في شغلها مستنياها. كانت بتعيط بهستيرية، وعلى طول كاري حست بوجع في بطنها لأنها عرفت إن الموضوع ده أكيد له علاقة بأختها المفقودة تريسي. وبالفعل مامة كاري قالت لها إنهم لقوا أختها ميتة، بس الخبر ده كان أسود من كده. تريسي ما ماتتش في حادثة مثلا، تريسي كانت مقتولة. الشرطة قدروا يعرفوا ده من حالة جسمها اللي اكتشفوه في وقت سابق من اليوم ده. الموضوع حصل لما سيدة كانت بتقطف ورد في غابة مايلز، ودي منطقة غابات نائية على بعد 20 كيلو تقريبا من البلدة، وقريب جدا من مدخل الحديقة. السيدة دي شافت جثة تريسي مدفونة تحت شوية ورق شجر. بعض هدومها ما كانتش على جسمها، وراسها كانت مضروبة بقوة بصخرة عملاقة وزنها تجاوز 30 كيلو. كانت تقيلة كفاية عشان تكسر جمجمتها في كذا مكان، وهو ده اللي قتلها. جثتها كانت متحللة، وده معناه ان تريسي ما ماتتش قريب. على الأرجح ماتت في الليلة اللي اختفت فيها، وانها كانت مرمية هنا طوال ال3 أسابيع اللي فاتوا. التحلل كان شديد لدرجة ان الشرطة قدرت تتعرف عليها عن طريق سجلات أسنانها فقط. ودلوقتي بما انهم عرفوا دي مين، الضباط فتشوا مسرح الجريمة بحثا عن أي أدلة، وللأسف ما عرفوش حاجات كتير. كان في بعض الحمض النووي على جسم تريسي، بس لأننا في 1986 والتكنولوجيا الجينية ما كانتش متقدمة زي النهاردة، فما كانش فيه كتير يقدروا يعملوه بيه. غير المادة دي ما كانش فيه أي دليل واضح على مين اللي عمل كده، ولا كان فيه أي خيوط واضحة يمشي وراها المحققين. تريسي ما كانش ليها أي أعداء ممكن يكونوا عايزين يأذوها. بجانب سؤال مين اللي عمل كده، الشرطة كمان ما قدروش يعرفوا هم عملوا كده ازاي. قصدي السؤال الكبير هو ازاي انتهى بيها الحال في الحديقة الحكومية دي. هي أكيد من غير شك ما مشيتش 20 كيلو بعيد عن طريقها وهي بتحاول تروح البيت،
فقاتلها أكيد أخدها في عربية، بس يبان مستبعد جدا إنها كانت ممكن تركب عربية مع غريب. هي كانت حذرة زيادة عن اللزوم في النقطة دي، وكمان احنا كنا لسه في 1986، وكمان كانت على بعد شارع واحد من بيتها. أقوى نظرية عند الشرطة هي إن يمكن حد كانت تعرفه وبتثق فيه هو اللي أخدها في عربيته في الليلة دي. يمكن عرض عليها يوصلها البيت مثلا، ويمكن ركبت العربية طواعية وهي مصدقة إن السواق آمن. المحققين كانوا عارفين إنهم لو قدروا يعرفوا مين الشخص اللي ممكن تثق فيه لدرجة إنها تركب معاه ممكن يحددوا مشتبه فيه. بس المشكلة هي إنه مرة تانية محدش في عيلتها أو دايرة معارفها كان عنده دافع واضح. فبسرعة جدا قضية تريسي اتقفلت وبقت قضية باردة، وسنين عدت من غير أي تحرك في القضية دي. خلال السنين دي مامة تريسي وباباها رجعوا لبعض في الآخر. الظاهر إن محدش فيهم كان عايز يتعامل مع حزن فقدان بنتهم لوحده، عشان كده والدها نقل البيت في كينجستون، ومامة تريسي رفضت تسيب البيت ده لأنه مليان بذكريات مع بنتها المقتولة. العيلة ما كانش فيه في ايدها حاجة تعملها عشان تحل القضية أو تجيب لها حقها، بس على الأقل قدروا يكرموها بطرقهم البسيطة. دلوقتي بعد ما والدها ووالدتها رجعوا لبعض خلفوا ابن تاني سوا، ولد عمره ما هيقابل أو هيتعرف على أخته الكبيرة. وبالنسبة لأكبر إخوات تريسي كاري، فكان عندها شغف كبير إنها تجيب حق كل ضحايا القتل في كل حتة في العالم، وده جزء من السبب اللي خلاها في الكلية تشتغل كحارسة أمن. دي كانت طريقة تكسب بيها فلوس وفي نفس الوقت تحاول تحافظ على أمان الناس اللي حواليها. وبعد كده بقى عندها رغبة شديدة في إنها عايزة تبقى ضابطة شرطة. كاري عملت كل الاختبارات اللازمة عشان تاخد الرخصة، وفي النهاية التحقت بأكاديمية الشرطة. وبعد ما خلصت برنامجها التأهيلي بقت ضابطة في إدارة شرطة ولاية ماساتشوستس، دي نفس الإدارة المسؤولة عن قضية أختها الصغيرة تريسي المفتوحة. وحتى بعد كل السنين دي القضية كانت لسه ما اتحلتش. دلوقتي طبعا كاري كانت عايزة تقضي كل وقتها في التحقيق في جريمة قتل تريسي ومحاولة العثور على القاتل. ده كان سبب رئيسي خلاها تبقى شرطية أصلا. بس ده ما كانش عملي، كان في قضايا تانية كتير محتاجة تشتغل عليها هي كمان. في الواقع كاري عرفت إن الإدارة مواردها على قدها، ببساطة ما كانش في محققين كفاية عشان يدوا كل ضحية أو شخص مفقود الاهتمام اللي يستحقه فعلا. عشان كده والفترة قضية تريسي كان لازم تتركن على جنب، بينما كاري كانت بتركز على قضايا تانية. طبعا ده كان صعب جدا عليها إن هي تركز على قضايا باستثناء قضية أختها. هي عملت أقصى ما عندها عشان تشتغل بجد وتبقى أحسن ضابطة شرطة ممكن تكونها. الخبر الكويس هنا هو إن شغفها جاب نتيجة وترقت مرة ورا مرة، وفي الآخر كاري وصلت لرتبة عقيد، ومن هناك تم تعيينها مشرفة على الإدارة، وده معناه إنها دلوقتي بقت هي المسؤولة. وأخيرا وساعتها بس هي أخدت السلطة عشان تعيد فتح قضية قتل أختها وتكرس نفسها بالكامل لمحاولة حلها. دلوقتي في سنة 2017 هي وأفراد عيلتها جمعوا فلوسهم عشان يعرضوا مكافأة $10,000 لأي معلومة ممكن توصل لقتل تريسي. تاني احنا دلوقتي في 2017 بس محدش تقدم بأي معلومات مفيدة. بعدها في نفس السنة كلهم زودوا العرض $25,000، برضو ملقوش أي متهم. وقبل ما تاخد بالك سنة 2018 وصلت، كان عدى على قتل تريسي أكتر من 31 سنة بحاجة بسيطة. كاري أختها بقت شرطية عشان تحاول تحل القضية دي، وساعتها أخيرا هي وفريقها جالهم خيط. اكتشفوا إن في الليلة اللي قبل اختفائها تريسي راحت بيت واحد صاحبها. ده كان قبل الحفلة وقبل ما تروح تشتغل كبيبي سيتر، اسمه كان مايكل هاند. ورغم ان الشرطة ما كانش عندها اي اسباب تخليها تفتكر ان الزيارة دي اليوم اللي قبل مقتلها ليها علاقة بالقتل، هم كمان ادركوا انهم وقتها عمرهم ما اخدوا اقوال مايكل. يمكن يكون كان عارف اكتر شوية عن اللي كان بيحصل في حياة تريسي. دلوقتي مايكل كان اكبر من تريسي بكتير. افتكروا هي وقت مقتلها كان عندها 15 سنة، اما هو فكان في اواخر العشرينات، يعني شاب في اواخر العشرينات بيخرج مع بنت عندها 15 سنة قبل يوم واحد من مقتلها. في الوقت الحالي هو عنده 59 سنة، بس لما الضباط راحوا وخبطوا على بابه وافق على طول انه يدي اقواله كلها. الشرطة كمان طلبوا منه يدي عينة DNA وهو قدمها من غير اي مقاومة، وقدمها طواعية تماما. بعدها المحققين سألوه شوية أسئلة روتينية، أسئلة كان المفروض يتسألها من 30 سنة، وهو اداهم الإجابات المعتادة. كان باين إن الاستجواب ده مش هيوصل لأي حاجة، بس بعدها مايكل قال حاجة غريبة جدا. فجأة في وسط الاستجواب ده قال إن هو شاف عملية اختطاف تريسي. هو كان في مسرح الجريمة وقت مقتلها. طبعا الشرطة سمعوا الكلمتين دول واتصدموا تماما. انت بتقول ايه؟ كانوا عايزين يسمعوا هو شاف ايه بالظبط. هما كمان كانوا بيتساءلوا جواهم، طب ليه ما قلتش اي حاجة من وقتها؟ ليه كنت ساكت ودلوقتي بمنتهى السهولة بتدينا المعلومة المهمة دي؟ في الحقيقة هما شكوا انه بيكذب، بس كانوا عايزين ياخدوا منه القصة كلها قبل ما يتجادلوا معاه.
شكوكهم زادت أكتر وأكتر بعد ما ادى شهادته، وخلوني أكون صريح معاكم، الشهادة دي كانت غريبة تماما. على حسب كلام مايكل، هو كان في محطة بنزين بيملى تانك عربيته ليلة 1 أكتوبر، دي ليلة اختفاء وقتل تريسي، واليوم اللي بعد ما كان معاها بيقول بعدها عربية غريبة وقفت، ومايكل شاف تريسي في العربية، واللي كان سايق على حسب كلامه كان رجل اسمه هنري ماينهولد. دلوقتي لازم أوضح إن هنري ده كان أدين بالفعل بالاعتداء الجنسي وقتل بنت قاصر بعد كام سنة بس من وفاة تريسي. طبعا من غير شك مايكل كان يعرف عن سجل هنري الإجرامي لما أدلى بشهادته للشرطة في النهاية. فقصة مايكل بتقول إنه حس بشك كبير لما شاف هنري وتريسي في العربية سوا في الليلة دي. بعد ما هنري حط بنزين ومشي مع تريسي، مايكل قرر إنه يمشي وراهم شوية، وقال للشرطة إنه فضل ماشي ورا العربية طوال الطريق لحد حديقة مايلز الحكومية، واللي زي ما انتوا فاكرين هي بالظبط المكان اللي لقوا فيه جثة تريسي بعدين. على حسب كلام مايكل، على ما وصل هناك كان أثر هنري وعربيته ضاع منه، فركن عربيته وفضل يتمشى في الغابة شوية، بس هو ما شافش القتل نفسه بيحصل. بدلا من كده هو لمح هنري وهو خارج من الغابة وفي إيده مشمع وجاروف. دلوقتي مايكل ما كانش حذر قوي، فعلى طول على حسب كلامه هنري لمحه وقال له يرجع معاه جوه الغابة. مايكل قال إنه كان مرعوب لأن كل الأدلة دي كانت بتشير لأن هنري قاتل وحشي. في الحقيقة هو قال إن هو في اللحظة دي كان خايف جدا لدرجة إنه ما قدرش يقول لهنري لأ، كان خايف يقتله في مكانه. فالرجلين مشيوا لحد المنطقة اللي هنري ساب فيها جثة تريسي. وهما في الطريق مايكل قال إنه حط إيده على صخرة حادة وجرحته جرح عميق لدرجة إنه بدأ ينزف. قال للشرطة عشان كده انتوا لسه واخدين الدي ان ايه بتاعي وممكن يكون موجود في مسرح الجريمة بسبب ده. كان بيقول لهم بس أنا مش القاتل، أنا مش القاتل، أنا بس كنت هناك لأني كنت ماشي وراهم بحاول أنقذ تريسي. أنا مش متأكد إذا كان عنده تفسير إزاي هرب من هنري في الآخر أو إزاي الموضوع ده انتهى، بس نقدر نقول بأمان إنه هو بيحكي القصة دي للمحققين، المحققين كانوا شايفين إنها مش معقولة بجنيه. زمان لما هنري أودين في جريمة القتل التانية دي، الشرطة فعلا بحثوا في احتمالية إنه ممكن يكون هو قاتل تريسي، وقتها خالص عملوا تحليل للدي ان ايه بتاعه، بس ما طابقش العينة اللي من جثة تريسي. هو كمان كان عنده حجة غياب قوية جدا بتثبت إنه ما كانش في المدينة وقت اختطاف تريسي. بس مايكل طبعا ما كانش يعرف التفاصيل اللي من ورا الكواليس دي، كل اللي مايكل كان يعرفه ان هنري اتقال علنا انه مشتبه فيه في جريمة تريسي. فلما كانوا بيحققوا مع مايكل دلوقتي هم عارفين ان هو بيكذب بخصوص انه شاف تريسي في العربية مع هنري، لان ببساطة هنري كان عنده حجة غياب قوية. شجعوا مايكل ان هو يحكي القصة تاني، بس المرة دي حسوه ان هو يلتزم بالحقيقة. بس مايكل بدأ يقول لهم انا بقول الحقيقة وكل اللي قلته حقيقي، ولو فضلتوا تستجوبوني مش هقول كلمة زيادة عن ده. ولما بقى واضح انه مش هيتعاون معاهم، بدأوا يستخدموا اساليب استجواب اعنف معاه. بدل ما كانوا بيسمعوا قصته بس ومستنيونه يقول روايته الكاملة للأحداث، بدأوا يلووا كلامه ويتهموه بأنه بيناقض نفسه في مواقف قصته فيها كانت متماسكة فعلا. الضباط كمان كذبوا عليه وقالوا له إن معاهم أدلة مادية بتثبت إن هو المتهم الحقيقي، إن هو القاتل الحقيقي. بس الحقيقة إنهم ما كانش عندهم أي دليل ضده في الوقت ده، مجرد القصة الغريبة اللي قالها في استجوابه، لأنه بالقصة دي كان الشخص الوحيد اللي ربط نفسه بالقضية. الشرطة في النقطة دي كانت بتحاول تضغط على مايكل بكل الطرق الممكنة، كانوا عايزينه يحس إنه ما عندوش خيار غير إنه يعترف، وإن الاعتراف هو أحسن حاجة يعملها. بس في النهاية مايكل فضل يترجى الشرطة تسيبه يروح بيته، قال إن هو عنده حالة طبية ولازم ياخد دواء بانتظام. فالظباط سابوه يمشي لأن ما كانش عندهم أدلة تدينه، أدلة مادية قوية تسمح لهم إنهم يقبضوا عليه. بس بعد يومين كلموه عشان يرجع تاني عشان يوم استجواب شق تاني طوال اليوم. بدأوا بأنهم أجبروا مايكل يعمل اختبار كشف كذب، وفضل متوصل بالجهاز لمدة 4 ساعات كاملين. وبعد الاختبار ده قالوا له إن هو فشل. دلوقتي أجهزة كشف الكذب معروف عنها إنها مش دقيقة، ممكن تفشل حتى لو بتقول الحقيقة، خصوصا لو كنت متوتر، وده اللي مايكل كان فيه بالتأكيد في اللحظة دي، أكيد كان متوتر بعيدا عن أي حاجة. دلوقتي بعد اختبار كشف الكذب كان لازم يقعد في أوضة استجواب والضباط بيهنوه وبيسألوه. الموضوع ده استمر لحد بعد الساعة 4 العصر بشوية من يوم 9 مارس 2018، وفي الوقت ده هو كان منهك تماما وما كانش بيفكر بوضوح. نص الوقت بدل ما يجاوب على أسئلة المحقق كان بس بيقول ممكن من فضلكم أروح البيت أخد الدواء بتاعي. طبعا قصة مايكل كانت بدأت تتغير مع مرور الساعات. الأول قال إن هو يمكن يكون شال الصخرة اللي قتلت تريسي وهي لسه عايشة. المحققين سألوه لو ممكن يكون وقعها على راسها وقتلها بالصدفة، ومايكل وافقهم في الكلام وقال أعتقد ده اللي ممكن يكون حصل، ممكن تكون الصخرة وقعت من إيدي عليها بالغلط. بس هو ما كانش مستعد يقول بشكل مؤكد إنه قتل تريسي بالصدفة أو غيره. وبعدين عدل روايته دي بحيث إنه ممكن يكون وقع الصخرة على تريسي من غير ما ياخد باله أصلا.
فنظريته كانت انه ما كانش بيكذب عن قصد برضه، هو كان بيحاول يوصل لهم انه ما كانش عنده اي فكرة عن القتل فعلا، بس دلوقتي بالتحقيق معاه ادرك انه ممكن يكون عملها بالغلط. الشرطة فضلوا يضغطوا عليه ويضغطوا عليه، ما كانوش عايزين مايكل يعترف بقتل تريسي بالصدفة او بالغلط او يدعي انه مش فاكر اذا كان قتلها ولا لا، كانوا عايزين دليل قاطع ان القتل ده كان متعمد. اخيرا بعد يوم طويل جدا من التحقيق وفي لحظة انهيار اعترف، قال انه خطف وقتل تريسي عن قصد. لما الشرطة ورته صور مسرح الجريمة هو حدد بالظبط الصخرة اللي استخدمها عشان يخبط راسها بيها، وتحديده كان صح. يعني هم وروه مجموعة من الصخور الموجودة في المكان ده وشاور لهم على الصخرة اللي قتلها بيها. ده معناه ان بالاعتراف ده الشرطة اخيرا لقوا المتهم بتاعهم بعد اكتر من 30 سنة. الا ان الضباط بعد كده وصلوا مايكل لحد بيته، غالبا كان لازم يقدموا طلب امر قبض ويتعاملوا مع شوية حاجات تانية قبل ما يقدروا يقبضوا عليه رسميا. فقضى مايكل حوالي ساعة في بيته قبل ما يكلم قس الكنيسة اللي بيروحها، وعلى التليفون قال أعتقد إني هيتقبض عليا بتهمة القتل. بعدها حكى للقسيس قصة شبه قوي اللي قالها للشرطة، بس كان فيها شوية فروق أساسية. مايكل قال إنه في ليلة وفاة تريسي هو شاف عملية اختطافها، هو ملوش أي علاقة بيها، فزي ما قال في الأول هو حس إنه لازم ينقذها، وده اللي خلاه يمشي ورا الخاطف طوال الطريق لحد غابة مايلز الحكومية. طبعا الغابة كانت ضلمة وصعب شوية تمشي فيها، وفي الآخر مايكل ادعى إنه فقدهم. في النهاية وأثناء ما كان ماشي في الضلمة يا إما شال حجر تقيل يا إما زقه برجله، وبيقول إن بضربة حظ سيئة جدا وغير محتملة هو بيعتقد إن الحجر ده بالصدفة نزل على تريسي اللي كانت تحته مباشرة وهو ما يعرفش. مايكل اعترف إنه قتل تريسي، بس رجع يقول إن الموضوع كان حادث من جديد، هو كان بيحاول ينقذها لما قتلها بالصدفة. دلوقتي لازم اوضح ان لما مايكل قال للقسيس بتاعه كل الكلام ده هو ما كانش بيدور على ارشاد روحي، بدلا من كده هو كان عايز القسيس يعمل له شويه مشاوير. مايكل كان عارف ان الشرطه هيرجعوا بيته في اي لحظه عشان يقبضوا عليه، وانه مش هيلحق يخلص شويه ورق مهم، فكان عايز القسيس يروح بيته ويجمع له الورق المهم ده ويحتفظ بيه عنده. القسيس قال له انه اسف بس عنده التزامات تانية مهمه وما يقدرش يساعد مايكل في الموضوع ده. وبالفعل قبل نهاية يوم 9 مارس الضباط رجعوا عشان يقبضوا على مايكل ووجهوا له تهمة القتل من الدرجة الأولى. دلوقتي بعد ما القسيس سمع عن القبض على مايكل وإن التهمة من الدرجة الأولى كان عنده مشاعر مختلطة. في الغالب هو كان شايف إنه طبعا حاجة كويسة لما القتلة يتقبض عليهم والعدالة تتحقق، بس هو كمان كان عايز يبقى قسيس كويس لمايكل، وده معناه إنه ممكن يكون عنده التزام أخلاقي إنه يحتفظ بالاعتراف لنفسه، لأن المفروض القساوسة ما يقولوش عن الحاجات اللي الناس بتقولها لهم في سرية. دلوقتي طبعا ده موقف خطير جدا، فالقسيس سأل ابنه عشان ياخد نصيحته، وده لأن ابنه كان بيشتغل ضابط شرطة بس في اسم شرطة مختلف عن اللي ماسك القضية بتاعة تريسي. مع ذلك هو كان عارف قد ايه الاعتراف ده ممكن يكون مهم للتحقيق. الابن قال لوالده انه لازم يروح اسم الشرطة ويقول كل اللي يعرفه. القسيس اتبع نصيحة ابنه، وبعد ما أدلى بأقواله الضباط بقى معاهم اعترافين من مايكل، الاعتراف الأصلي اللي قاله في استجوابه وبعدين الاعتراف اللي قاله للقسيس بعد ما خرج من غرفة الاستجواب. بس حتى مع كل الأدلة دي كان تقريبا مستحيل يتحدد ميعاد للمحاكمة. بدلا من كده مايكل واجه تأجيل ورا تأجيل. الأول كان في معركة كبيرة حوالين الاعتراف اللي اداه أثناء استجوابه، لأن طبعا محاميه كان عايز يبقى غير مقبول في المحكمة. حجة الدفاع كانت إن أحيانا الناس الأبرياء، وهي حجة حقيقية، أحيانا الناس الأبرياء بيعترفوا بجرائم قتل ما عملوهاش، خصوصا لما الشرطة تكون بتستخدم أساليب ضغط عالية عليهم. واضح إن الضباط اللي استجوبوا مايكل كانوا فعلا بيمارسوا الضغط عليه. هقول كمان إن الناس اللي معدل ذكائهم أقل إحصائيا بيكونوا أكثر عرضة لتقديم اعترافات كاذبة، ومايكل جاب درجة أقل من المتوسط لما عمل اختبار ذكاء. فبحسب محامي مايكل الاعتراف ده كان بالإكراه وبالتالي مش موثوق. فالمحققين كانوا ماشيين على خيط رفيع هنا. بحسب محامين مايكل رجل بريء انهار وبعدين أدلى بأقوال كاذبة بسبب الضغط والإرهاق اللي كان فيه، إلا إن ده بيسيبنا مع الاعتراف اللي راح قاله للقسيس بتاعه. في الفترة اللي قبل المحاكمة محامي مايكل قال كمان إن الأقوال دي كانت بالإكراه برضه، الأقوال مع القسيس. طبعا القسيس ما ضغطش على مايكل عشان يكذب عليه، بس مايكل عمل المكالمة بعد أقل من ساعة من وصوله البيت، وده معناه إنه ما كانش لحق يرتاح أو يتعافى أو يخرج من الحالة العقلية اللي اتحط فيها وقت الاعتراف الكاذب الأول وفقا لأقوال المحامي. دلوقتي القاضي وافق على الحجة دي، فقالوا إن ولا اعتراف منهم ينفع يتذكر قدام هيئة المحلفين. عايز اوضح لكم الموضوع اخد وقت طويل جدا من القاضي عشان يصدر الحكم ده. الاول كان في سنين من الجلسات والنقاشات وميعاد المحاكمة كان بيتأجل باستمرار. ضيفوا على كده التأخيرات والفوضى اللي حوالين الكورونا والوقت ده، ورغم ان عدى اكتر من 7 سنين من وقت القبض على مايكل هو لسه ما اتحاكمش لحد النهاردة.
هو قضى كل الوقت ده ورا القضبان لأن قاضي رفض يفرج عنه بكفالة. فدلوقتي مستحيل نقدر نقول إذا كان مايكل هيتم إدانته ولا لأ، أو إذا كان مذنب أصلا ولا لأ. هنضطر نستنى ونشوف محاكمته هتمشي إزاي. أتمنى يكون في أدلة أكتر في المحاكمة. بس برضه في حاجة كمان عايز أقولها لكم بتخلي موقف مايكل مش أحسن حاجة. مايكل على ما يبدو كان بيتباهى لناس تانية في السجن خلال ال7 سنين دي. التقارير بتقول إن في شهود كتير اتقدموا وقالوا إن مايكل اعترف بقتل تريسي معاهم جوه السجن. مساجين تانيين كانوا محبوسين معاه سمعوه بيقول الكلام ده جوه السجن. بس حاجة تانية في صالح مايكل، فاكرين لما قلنا إن الشرطة أخدوا ال DNA بتاعه؟ لما قارنوا ال DNA بتاعه مع الحاجة اللي طلعوها من جثة تريسي ما كانتش متطابقة، فدي نقطة كبيرة لصالح الدفاع. وبعدين نضيف على كده حقيقة إنهم نجحوا في استبعاد الاعترافات بتاعته. فعشان كده وبسبب كل ده صعب نعرف الحقيقة فين وإذا كان مايكل هيدان فعلا ولا لأ. في كمان جدل كبير حوالين إذا كان مذنب أو بريء. بس وأنا بحكي القصة دي أنا عمال أفكر في كاري جيلبن اللي قضت حياتها كلها بتحاول تحل القضية بتاعت قتل أختها دي. يمكن تكون لقيت المتهم بعد عقود من الشغل الشاق والتفاني، أو يمكن الأدلة هتظهر إن مايكل بريء وهي ما لقيتش المتهم ولا حاجة، وهتضطر ترجع تاني للبحث عن القاتل الحقيقي لأختها. وفي احتمال تالت كمان، حتى لو مايكل تم إدانته فكيري ممكن دايما تفضل تتساءل إذا كان في أكتر في القصة دي. حتى لو القضية اتحلت واتقفلت غالبا دايما هيفضل في مساحة لشوية شكوك جواها. وبس كده حلقتنا خلصت. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا رايكم في الكومنتات. هستنى اعرف رايكم في الكومنتات، وشايفين ان مايكل بريء ولا لا، وهيتم ادانته ولا لا. وبس، واشوفكم قريبا في حلقه جديده.